يوجد عندنا تلقيح من الجدي البور الأصلي ب500 جنيه، حق المراعية والأكل فقط لا غير. المكان الجيزة، بلاد دكرور، شارع نايا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا بالنسبه لتربيه الماعز، وده حاجه لازم نعملها، واي مربي لازم يكون بيعمل الحاجات اللي انا بقول عليها دي. لو انت ما بتحطش الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي فمن هنا فايتك كتير قوي، ولازم تستمت معايا في الفيديو ده عشان تستفاد بالحاجات المميزات اللي احنا هنقولها ان شاء الله في قلب الفيديو معانا. بس طبعا احب افكر الناس اللي بتتابعني لاول مره يدوس اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلها مني كل ما هو جديد باذن الله عن عالم ماعز البور والماعز المستورده باذن الله. اول حاجه لازم تبتدي بيها معايا هي الفيتامينات. طبعا هنتكلم على فوائد الفيتامينات معانا، ولما تعرف الفوائد بتاعتها ان شاء الله هتشتغل بيها على طول. اول حاجه كده الف ب تربيه يعني فيتامينات. طبعا واحد يقول لي ما كانش فيه زمان فيتامينات، دلوقتي بقى فيه فيتامينات ليه؟ اقول لك دلوقتي المعدل بتاع الحاجه بقى اكتر من الاول، بمعنى اصح دلوقتي عندي الجدي بيوصل 150 كيلو، فمحتاج بعض الفيتامينات. الجو مش زي زمان، زمان كانت قله البكتيريا قليله، قله السموم قليله، الحركه كانت كتيره، المناعه كانت عاليه عن طريق الجو لوحده. اصبح احنا قصرنا في الحاجات دي كلها، فلازم نضيف معانا بعض المعادن وبعض الفيتامينات للحاجه عشان الحاجه تبقى بصحه جيده. يبقى اول حاجه هضيفها معايا هو الاملاح المعدنيه، ودي شرط اساسي. ادام ربيت حاجه يبقى املاح معدنيه رقم واحد. يبقى رقم واحد معايا كده النهارده املاح معدنيه، والفوائد هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو تاني عشان الوقت ما يطولش معانا. رقم اتنين الف د 3 ه، وده عملت له برده فيديو، بس ده رقم اتنين معايا في قلب الشغلانه بتاعتي. رقم 3 ه سيلينيوم. انا معايا 3 انواع فيتامينات ما ينفعش استغنى عنهم. طب واحد ممكن يقول لي طب ما في فيتامينات كتير، في فيتامينات كتير، حلو الكلام، بس انا بتكلم على الاساسيات اللي انت اصلا ما ينفعش تشتغل من غيرهم. ما ينفعش يكون بتربي معيز وما يكونش عندك ال3 انواع دول. لكن الحاجات التانية مفيدة جدا ومهمة برضو، بس نقدر نستغنى عنهم. انا بكلمك دلوقتي على 3 انواع اساسيات تشتغل بيهم. املاح معدنية رقم واحد، رقم اتنين الف د 3 اهي، تمام، رقم 3 اهي سيلينيوم. يبقى ال3 حاجات دول لازم اشتغل بيهم. العبوه قد ايه؟ العبوه طبعا عارفين بتبقى ريتل، بتختلف من شركه للثانيه للثالثه، في 50 شركه في السوق. هحط قد ايه في قلب الميه؟ كل شركه مكتوب عليها المقدار بتاع العبوه بتاعتها. يعني في شركه يبقى 2 سم على الريتل، وفي شركه 5 سم على الريتل ميه، وفي شركه سنتي على الريتل ميه، على حسب التركيز اللي انت هتشتريه من الشركه. وطبعا الاسعار في ريتل هتلاقيه ب70 وفي ريتل هتلاقيه ب500، وهو نفس نوع الفيتامين، بس ده تركيزه عالي ومستورد، وده تركيزه قليل ومصري. حلو الكلام. فطبعا يا رب اكون قدرت افيدك في قلب الفيديو ده، وان شاء الرحمن باذن الله كل حاجه هنعمل لها فيديو. على الاملاح المعدنيه هنعمل لها فيديو لوحديها، الف د 3 هنعمل له فيديو، وكل حاجه نقول بيتحط امتى وايه تركيزه وايه فوائده للماعز باذن الله. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.